أيام المذاكرة بيكون المخ محتاج للعناصر الغذائية والفيتامينات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. والنهاردة هنعمل عصير الرمان والتمر والمكسرات عشان نزود من نشاط الجسم ونساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. ويلا نعرف مع بعض فوائد فاكهة الرمان. يعتبر الرمان مفيد في تحسين عمل المخ وبيزود من القدرة على التعلم عشان في الرمان مضادات أكسدة. ومن فوائد الرمان إنه مهم في تسهيل حركة الدم للمخ ويقلل فرص الإصابة بالزهايمر. ويعتبر الرمان مهم في تقوية مناعة الجسم عشان في الرمان فيتامين سي. وكمان عايزة أقول لكم إن الرمان مهم في تقوية عضلة القلب ويقلل من حدوث أمراض القلب وبيساعد في الوقاية من تصلب الشرايين. وآخر معلومة عن فوائد فاكهة الرمان إنه مهم في تقوية عمل الجهاز الهضمي وبيسهل عملية الهضم ومهم في التخلص من السموم اللي بتبقى موجودة في الجسم. ويعتبر الرمان بيقلل من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وبيحسن المناعة عشان في الرمان عنصر الحديد. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد فاكهة الرمان وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. وهنستعمل في عصير الرمان التمر عشان التمر ليه فوائد كتيرة وأهمها إنه مليان فيتامينات كتير مهمة للمخ والجسم زي فيتامين بي وفيتامين سي، فيساعد على تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز وقت المذاكرة. وكمان التمر مهم في توصيل الإشارات العصبية في المخ والأعصاب الطرفية عشان في التمر جلوكوز ومضادات أكسدة وكالسيوم ومغنيسيوم. وبكده التمر مهم في تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد التمر انه بيقوي المناعة وبيساعد في زيادة النشاط والطاقة في الجسم عشان في التمر فيتامين بي 1 وفيتامين بي 2. ويعتبر التمر مهم في تحسين الدورة الدموية في الجسم وبيقلل من الشعور بالتعب عشان في التمر معادن زي الحديد والفسفور والزنك. ومن فوائد التمر انه بيساعد في تحسين عمل الجهاز العصبي في الجسم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد التمر وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. وهنستعمل تالت حاجة في عصير الرمان والتمر مكسرات الفول السوداني عشان الفول السوداني بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وقت المذاكرة. ويعتبر بالفول السوداني فيتامينات مهمة بتساعد في تحسين عمل المخ والذاكرة. ومن فوائد مكسرات الفول السوداني إنه بيساعد في تقوية المناعة وزيادة النشاط في الجسم عشان بالفول السوداني فيتامين سي. ولما يكون الجسم سليم بيساعد على استيعاب الدروس ويسهل استرجاع المعلومات. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد مكسرات الفول السوداني وأهمها انه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. ويلا نعمل عصير الرمان والتمر والمكسرات. هنجيب كمية من الرمان ونتأكد ان الرمان مفيهوش حاجة بايظة. وبعد كده نحط الرمان في الخلاط بسم الله ونزود ربع كوباية مية ونشغل الخلاط. وبعد كده نصفي عصير الرمان. وبعد كده نزود على عصير الرمان 3 من التمر يكون مغسول كويس وشايلين منه النوى. وبعد كده نضيف معلقة مكسرات الفول السوداني المطحون او اي نوع من المكسرات اللي موجودة عندنا. وبعد كده نزود على عصير الرمان نص كوباية حليب خالي الدسم او كامل الدسم ونشغل الخلاط. ويلا نصب عصير الرمان والتمر والمكسرات. وبكده بقى عصير الرمان والتمر والمكسرات جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم في عصير الرمان والتمر والمكسرات تحت في التعليقات. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نعمل عصير الرمان والتمر والمكسرات عشان نساعد في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة والدراسة. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.